السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه حبايبي واخواتي الغاليين عليا؟ بحبكم كتير كتير كتير. صباح الفل عليك. واعمل بقى معاكم روتين النهارده وانا بطبق الغسيل. شايفين الغسيل اللي انا كنت بقول لكم انا عندي غسيل الدنيا والاخره؟ غسلته يا ولاد يوم الجمعه، والنهارده السبت بطبقه بالليل. شايفين الفرهده اللي انا فيها؟ كلكم كده بقى تقوموا تشجعوا وكل واحده تقوم تشوف اللي وراها. شايفين بقى انا بقوم الصبح يا شطب. فبعدين بقى يا ولاد ايه، العيال بقى الاسبوع اللي فات كانوا مشغولين في الامتحانات، وانا بقى كنت مشغوله معاهم، بروح اودي صوص واجيبها ولقاء انت عارفين عليها دروس. فانا بقى اللي بعمل كل حاجه. الواحده كده تقوم تشجع وتتنشط كده وتقوم تشوف اللي وراها، ما تقعدش بقى مكسله وتقعد بقى تحت البطانيه وتسيب شغلها كده وتسيب عيالها وتأهمل فيهم. لا، احنا ملناش إلا عيالنا يا اولاد. ربنا يا رب يخليهم ويبارك فيهم. الواحده ما تبخلش بصحتها على بيتها وعلى اولادها. والله العظيم بصوا، انا شايله حمل ما يشتلهوش اجدع الرجاله. الحمد لله انا قويه ماشي تمام، وبمية راجل زي ما الناس كلها بتقول. وبرضك حنينه، عندي حنان الدنيا والاخره. حناني لو اتوزع على الدنيا كلها ما يكفيش، بس مع اللي يستاهل. انما اللي ما يستاهلش حناني آه، هو الخسران فعلا. ما بلفلوش بدله ظهري وبمشي. اللي على رأي المثل، اللي يحبنا حبناه واللي ما يحبناش برضك بنحبه بس ملناش دعوة بيه، بندله ظهره وبنحرمه مننا ومن طلتنا الحلو. في ناس بقى كده بتغل وبتحقد والغل مالي قلوبها والسواد مالي قلوبها. ليه؟ ما نش عارفه. مهما تعمل معاهم كويس برضك هم بيكرهوك، حتى لو عملت لهم ايه. شفت لو عملت لهم كده، لو قلت لهم صوابعك العشرة شمع، برضك ما بيتمرش فيهم حاجه، لان هم بيكرهوك. اصلا اللي بيكرهك مهما تعمل له هو شايفك وحش، فمش عايزك تبقى انت احسن منه. انما بقى اللي بيحبك لو انت حتى وحش، او لو انت مش وحش يعني، لا طبعا لو انت وحش مش هتتحب. لا، لو انت اصلا طيب وكويس ومحترم، بس كلنا فينا عيوب، فاللي بيحبك مش هيشوف العيوب دي فيك. انما اللي بيكرهك مهما تعمل ومهما تكون ماشي كويس ومهما تكون ماشي صح، برضك بيدور وراك وبيفتش وراك وبيدور وراك على عيوب. بس بقى نرجع ونقول في الاول وفي الاخر ان احنا نراعي ربنا في كل حياتنا وفي كل تصرفاتنا. احنا بنعامل ربنا، ما بنعاملش العبد ده ولا اي حاجة. انا واحدة من الناس لا بيهمني الناس ولا بيهمني كلام الناس، انا ماشية صح وماشية بما يرضي الله. الحمد لله. الناس دي كلها كده ما تعنيليش حاجة، لان الناس ايه ده؟ الناس اتكلموا على ربنا حاشا لله، واتكلموا على الرسول، يبقى احنا ايه يا بشر مش هيتكلموا علينا؟ لا، فانتوا قولوا مهما تقولوا وعيدوا مهما تعيدوا ماشي، وقولوا وعيدوا كده وحفظوا في نفسكم والغل ياكل فيكم كده وفي قلوبكم تمام. بس برضو انا بس برضو انتوا مش هتشغلونا ولا هتوقفونا. ان شاء الله ان شاء الله هنوصل، وان شاء الله ربنا مش هيحوجنا لكم ولا لغيركم ولا يحوجنا لحد. وباذن الله طول ما احنا معانا ربنا، فانتوا اصلا ما تعنوناش في حاجه. بصوا يا ولاد، انا بشتغل بقالي الوقت 10 سنين من وزياد ابني عنده سنتين. انا كنت بسيب زياد ابني ده مع بنتي الكبيرة، وبنتي الكبيرة كانت في اولى ابتدائي. شايفين لما تكون عيلة في اولى ابتدائي وتسيبوا معاها اختها بعدها بسنة ما كانتش دخلت لسه المدرسة، كانت في الحضانة، وزياد ابني كان عنده سنتين. عارفين تسيبوا طفل عنده سنتين مع عيلة طفلة برضك في اولى ابتدائي؟ ده ايه؟ لا عمر حد اشتلي عيل ولا عمر حد ساعدني في حاجة. والحمد لله الحمد لله انا بمية راجل والناس دي والناس بصوا ولا تعني لي اي شيء. الحمد لله الحمد لله. ولادي متربيين احسن تربية، ومحدش في دماغي ولا حد يهمني ولا حد بيهزني ولا حد بيهز فيا شعر زي ما بيقولوا. فهم بيهروا وبينكتوا كده علشان ما همش طايليني ولا طايلين يأذوني بحاجة تمام. آه، فيا رب يا رب ربنا يخلي لنا عيالنا ويبارك لنا فيهم.
وحب الناس يا ولاد والله العظيم ما يتقلش بمال. كفايه ان الواحد بيروح اي مكان الناس كلها بتحبه والناس كلها بتسأل عليه والناس كلها بتحترمه. انما اللي بيكرهنا ده بقى مهما نعمل له ما بيتمرش فيه حاجة ومش هيتمر فيه حاجة لانه بيكرهنا. فربنا اللي شايف القلوب وربنا اللي مطلع وربنا يدي كل واحد على قد نيته. والله يوم الجمعة انا جالي اتصال كده بعد الصلاة. اتصال من مين؟ من واحدة صاحبتي كانت بتشتغل معايا من 5 سنين. عارفين يعني ايه ان انا لسه تكون واحدة تكون صاحبة ليا من بلد تانية خالص مفيش بيني وبينها اي صلة قرابة، ونكون لسه علاقتنا يعني انا سبت الشغل وهي سابت الشغل وكل واحدة فينا ببلد، والقاها بتتصل عليا كل فترة من فترة للتانية تسأل عليا ازيك عاملة ايه اخبارك ايه ولادك عاملين ايه انت عاملة ايه وانا اسأل عليها. يعني في ايه بعد كده بقى يدل على ان الحمد لله الحمد لله الواحد محبوب من الناس ومحبوب في اي مكان بيروحه بدم السيرة الطيبة واللسان الحلو والقلب الابيض. والقلب الابيض فده ده كفايه بقى بيديم المحبه بينا يا رب، والناس كلها كده ايه تحب بعضها كده والله العظيم يا ولاد، وتصفي النيه هتلاقي الدنيا جميله وحلوه. شايفين البط بتاعي والطور بتاعتي ميته من الجوع مش لاقيه اكل تاكله. اه والله كنت جايبه شويه فول كانوا عندي، كان جوز اختي جايبهم لي، كان زارع فول وكان جايب لي يعني منابي شويه يعني كده، وعملت منهم بقى طعمية كتير ولما الزيت غلى بقى قمت سايباهم في التلاجة، قمت جايباهم ما مش لاقي حاجة اكلها للطيور، قمت ماسكاهم بلهم كده في شوية مية وقمت جاي حطاهم، كان المفروض اصلا يتسلقوا وعشان البطتين دول يعرفوا ياكلوهم، بس الفراخ بقى بتنقرهم اهي والبط ميت من الجوع. اه والله يا ولاد ربنا يرحمنا برحمته. انا قعدت انده على سوسو يا سوسو يا سوسو هاتلي رغيفين عيش يا سوسو، وكمان اصلا مخلصه عيش كمان للعيال ياكلوا والله. انت طبخلهم رز. شايفين البط يعني بيشقط مني ازاي الاكل. فزي ما انتوا بقى شايفين كده يا حبايب قلبي، القلب الابيض والقلب الحنين والواحد يصفي نيته كده مع الناس هيبقى اسعد خلق الله. ربنا يا رب يديم علينا نعمه ويحبب فينا خلقه ويحسن بين الناس سمعتنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ويبارك لنا في مالنا وفي صحتنا وفي عيالنا، اللهم امين. انا وكل من شاف الفيديو ده يا رب العالمين وحط لي لايك ويكتب لي كومنت حلو كده من عندكم تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات حلوه زي دي وروتينات. وشايفين لقاء الفشل هي اللي مصوراني الفيديو ده. تصويرك وحش يا ليكا. انا شايفين انا واقفه فاطسه على روحي بالضحك عليه، قاعده قايمه من النوم جبتها من على السرير على طول تصور، فواقفه بقى ما هيش شايفه وهي بتكلمني وقاعده تقول لي يا ماما مش شايفه. يا بنتي هاتيني انت مصوراني كويس، تقول لي انا مش شايفاكي اصلا. فحتى بس التليفون ليا كده ومع نفسها بقى ما هيش شايفه، جبتها من على السرير على طول على السطح. وسبت 10 جنيه بقى لزياد، قلت له يا زياد يبقى هات ب10 جنيه ذرة صفرا اللي هو مدشوشة كده بحطهم يعني للمساكين دول ياكلوهم البطتين الحزنة دول. شايفين والله العظيم صعبانين علي. والواد زياد خرج يلعب الكورة ما تلمتش عليه، قلت اللقاء بيدوله 10 جنيه لقاء علشان يجيب لهم بقى ذرة تحطه لهم كده ياكلوها. والزرع بتاعي ده مش عارفة الورق بتاعه بيقع ليه يا ولاد، بيجوله فترة كده الورق بتاعه كله يقع ويرجع يطلع ورق من اول وجديد. شايفين انا ببص عليها اشوف الورق بتاعه راح فين وما بيطلعش ليه، طالع بقى بس ايه